يا مساء الفل عليكم متابعين مسلسل إليف. بتبدأ حلقتنا وهي السيدة عليا صحيت من النوم الصبح بتفكر وعمالة تقول أحسن قرار أنا أخدته اللي أنا عملته ده. وبتفتكر لما كان أميد جالها بالليل اتصلت عليه وقالت له أنا موافقة إن أنا أرهن المزرعة للبنك وكده وتجيب لنا القرض اللي أنت قلت عليه علشان نقف على رجلينا من الأول. ومسكت الورق قريته زي ما احنا شايفين ومضت. وفي اللحظة دي قالت أنا كده ارتحت وعملت اللي عليا، إن شاء الله نرجع نقف على رجلينا تاني وارجع ألم شمل عيلتنا تاني وهعملها لهم مفاجأة. انا مش هقول لأي حد على اللي انا عملته علشان يتفاجئوا. طبعا هنا ملك بتتصل بحد كان زميل اخوها مليح الله يرحمه وبتقول له انا اخت مليح وليا عندك خدمة وعايزة اقابلك وكده، فقال لها ماشي وخدت منه ميعاد. فزينب بتقول لها انت بتكلمي مين يا ملك؟ قالت لها انا اتصلت بحد كنت اعرفه كان زميل اخويا مليح وكان صديقه في الشغل وكده، وطلبت منه ان انا اقابله علشان اطلب منه فلوس سلف يعني دين ان هو يديننا وكده لحد ما نقف على رجلنا تاني. في اللحظة دي دخلت السيدة عليا وهي بتقول لهم بتعملوا ايه يا بنات؟ وان شاء الله بعد النهاردة مفيش تعب تاني ومفيش تفكير، وان شاء الله هنرجع نلم شمل عيلتنا تاني ونقف على رجلنا. فهم بصوا لها كده مستغربين، ده احنا يعني حالتنا في النازل خالص. هنا بقى فيصل وطولاي قاعدين بيتكلموا طبعا صاحيين لحد الصبح من الموقف اللي حصل كان امبارح، وان هو ضرب الرجل بالسكين اللي هو جواهر بيك. طبعا اتخانق هو وفيصل وفيصل ضربه بالسكين وقاعد خايف. طولاي عماله تبكي وتقول له انا السبب في اللي حصل ده كله. فبيقول لها انت مالكيش اي ذنب يا طولاي، هو الراجل ده كان مستقصدني اصلا كده كده. وبتقول له وبيقول لها كفايه ان انت ما نمتيش وقاعده جنبي من امبارح. قالت له ازاي اسيبك وانا اللي اصلا انا اللي خليتك عملت كده، انت عملت كده بسببي، هو قاعد يستفزك بسببي انا. وقعدت تقول لي يا ريتني ما كنت جيت معاك الشغل، يا ريتني ما كنت طلعت معاك اصلا من البيت، وعماله تبكي. فهو بيقول لها مش هينفع كده يا طولاي، انا لازم اروح اسلم نفسي لانه تقريبا كده الراجل مات. وهي عماله تبكي وتقول له ارجوك يا فيصل ما تسيبنيش، ما ينفعش تمشي وتسلم نفسك الا لما نشوف محامي يدرس قضيتك كويس. قال لها لا مش هينفع نستنى نشوف محامي لان احنا اصلا معناش فلوس للمحامي. وقام سلم عليها وبس على دماغها زي ما احنا شايفين وبيودعها وقال لها انا لازم اروح فورا اسلم نفسي لان انا حاسس بالذنب. وسابها وخرج وهي قعدت تبكي وتقول له فيصل ارجوك خليك ما تمشيش يا فيصل. وقعدت تبكي لكن هو ما سمعش كلامها وسابها وخرج. وهو خارج قابل مراد وبيقول له مراد انت رايح فين؟ انا جبت خلاص العيش وهنقعد نفطر دلوقتي. قال له لا يا مراد انا لازم اروح اسلم نفسي، مش هينفع ان انا اقعد تاني اكتر من كده. انا كفايه سمعت كلامكم وقعدت امبارح طول اليوم معاكم، كنت مشوش وقعدت كنت عايز اسلم نفسي وانتوا برضو قعدتوني، لكن مش هينفع اقعد اكتر من كده. وما ردش على مراد وسابه ومشي. هنا بقى جواهر بيك قاعده جنب بهريه وعماله تبكي وتعيط وتقول له ازاي يعملوا فيك كده، ان شاء الله تقوم لنا بالسلامه. وقاعده بتبكي خالص عليه وقاعده تدعي له يعني. فبتبص كده لقيته بيفتح عينيه وبدا ان هو يتحرك ويصحى. فراحت عنده وبتكلمه وبتقول له الحمد لله على سلامتك. فهو اول ما شافها بيقول لها هو انت هنا من امتى؟ فقالت له انا هنا من ساعه ما عرفت الخبر وانا قاعده جنبك. فهو عمال يتألم ومش عايز يقول. فبتبص كده بهريه بتبص كده لقيته حاطط ايده على مكان الاصابه. فلما بصت على مكان الإصابة لقيته بينزف. فقعدت تزعق وتنادي وتنادي على الدكاترة والممرضين ان هم يجوا يلحقوه كده. هنا بقى ملك رايحه تودي إليه في المدرسه، فراحت ودعتها هنا وبتسلم عليها وبتقول لها اليف احنا اتفقنا ان انت تعملي لي القماش للمقاعد يا ماما. وقالت لها اه انا مش ناسيه وهعمله لك النهارده وكده وهتفاجئي بيه اصحابك. فهنا بقى الجماعه دول في المشغل، البنات اللي شغالين في المشغل قاعدين بيتكلموا. طبعا بهريه كلمتهم وقالت لهم كل اللي حصل بخصوص جواهر بيك وان هو مصاب في المستشفى. فقاعدين هنا بيتكلموا زعلانين يا ترى مين اللي عمل فيه كده، احنا بدأنا ان احنا نخاف، ده ممكن اي حد يدخل يعمل فينا اي حاجه. وبدأ ان هم يقولوا اكيد الراجل اللي بره اللي هم قصدهم على يوسف اكيد هو ده اللي عمل فيه كده، هو دايما جواهر بيك ما بيحبوش واكيد هو اللي غدر بيه وضربه السكين ده. وقاعدين يعني يخمنوا. فالبنت هنا بتقول لهم لا مستحيل، هنا ايسال بتقول لهم مستحيل يكون هو، احنا المره اللي فاتت ظلمناه وقلنا هو اللي قتل لكن ما كانش قاتل حاجه ولا كان ليه دعوه باي حاجه. فهنا ملك دخلت بتقول لهم انتوا قصدكم على مين وايه اللي حصل. فبداوا ان هم يقولوا لها. هنا ايسال بتقول لها جواهر بيك امبارح ضربوه سكين في بطنه. فاتخضت كده بتقول لهم ليه كده، طب مين اللي عمل فيه كده وهو عامل ايه دلوقتي؟ فهنا بقى اليف في المدرسه بعد ما دخلت اول ما دخلت المس عليهم بتقول لهم انا عندي اجتماع ضروري بتاع المدرسين واول ما ارجع الاقيكم مذاكرين الدرس اللي انا عطيته لكم امبارح علشان هسمع لكم فيه. فللاسف هنا البنات عملوا غير كده خالص. بنرجع تاني للورشه وهنا في بنت منهم بتقول احنا خلاص مش هنشتغل، نقوم نعمل قهوه ونقعد كده، احنا خلاص مفيش حد معانا. فملك قالت لهم ما ينفعش يا بنات ان احنا نعمل كده، لازم نلحق نبدا شغل علشان نخلص الطلبيه.
لان احنا لو ما خلصناش هنضطر ان احنا ناخد فترة اضافية وهنقعد لحد بالليل علشان الشغل هيتراكم علينا وهنضطر ان احنا نقعد نخلصه. فالبنت دي قالت ملك معاها حق، احنا لازم نلحق نخلص عشان ما نقعدش فترة مسائية. وبدأوا ان هم خلاص قرروا ان هم هيبدأوا شغل، وبتخلص الحلقة هنا على كده، ونشوف اللي هيحصل في الحلقة الجاية والاحداث الجديدة. استنوني، والسلام عليكم ورحمة الله.